وسجاياه ومهنيته وتدينه، فقد بدأ حياته مجتهدا في دراسته متميزا من بين أقرانه حتى أكمل كلية الهندسة، ليبدأ الفصل الطويل من حياته في مجال هو من أصعب المجالات اختبارا، حيث يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الولايات مضامير الرجال. وفي زمن قل الناجحون في تجاوز عقباته، زمن نظام قائم على العسكرية بكل قوتها، حتى كان من يظلم الناس ويقتل أبناءهم وينهب أموالهم لصالح النظام تأتيه الرتبة طوعا لا كرها. وكان المهندس حسن سلمان قد التحق ضابطا بصنف القوة البحرية العراقية، مترقيا في المراتب بمهنية تامة وسلوك حسن، ولم يحيد عن جادة الشرع المقدس. وما أصعب ذلك في زمن أرادوا أن لا يبقوا للمؤمنين فيه من باقية. ولا أنسى لما كنا نجتمع حوله في أيام نزوله من إجازته ونستمع من أقاصيص معاناته ومعاناة زملائه المتدينين، وكيف كانوا قد وضعوا أرواحهم على أكفهم في أي ساعة تنالهم مخالب النظام الوحشي، فتذر أبدانهم معلقة في حبال المشانق. فكان الحافظ هو الله وحده جل شأنه، حتى وصل إلى رتبة العقيد في الجيش، وبسبب عدوانية النظام البائد ضد ضباط المنطقة الجنوبية أحيل إلى هيئة المحاربين، وبعد استمرار الضغط للانخراط في صفوف البعث المجرم ضد أبناء جلدته من مدينة الشطرة، اضطر إلى مغادرة محافظته سلامة لدينه وحفظا لأهله ومحبيه من السلطة الجائرة، فارتحل إلى محافظة بغداد. وبعد سقوط نظام الطاغية عاد إلى مدينته الشطرة عارضا خبراته في خدمتها، ونظرا لنزاهته ومهنيته استحق بكل جدارة إدارة مديرية شرطة مدينة الشطرة، مترقيا في المراتب إلى رتبة اللواء، ليتسنم منصب قائد شرطة محافظة ذي قار. ولكن لم يقل جهاده وتحمله في زمن نظام العبث عن زمن نظام البعث، فإن انتصاره في جهاده الأصغر لم يقل أو لم يكثر على انتصاره في جهاده الأكبر. وأخذ يصارع فيه جوانب الفساد المتعدد، فمسك زمام منصب يتمناه أصحاب الهوى ليخضموا مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، فاجتاز هذه المرحلة نقي الثياب ناصع البياض. فينقل عنه خليله اللواء مكي الخاقاني أبو أحمد المحترم قائلا: عندما هنأته باستلام منصب قائد الشرطة في محافظة ذي قار لم أجد عليه أثر البهجة بقدر أثر الاغتمام، قائلا: يا أبا أحمد إن بعد المنصب القبر، واعلم أنني حرصت على أن لا تكون في أموالي شبهة حرام فضلا عن الحرام. نعم، والكثير يشهد على ذلك يا أبا منتظر، بل كنت تحسب أن ما في يدك ليس لك. فكم من يتيم تكفلت بمرتب شهري له، وكم من حالة إنسانية كنت السباق إليها،
كل هذا وغيره تعطيه بيمينك ولا تعلم به شمالك حتى أقرب الناس إليك، وما علم ذلك إلا من أصحاب الحاجة، وما علمنا به إلا بعد موتك. ولكن هذا شأن الحياة، كما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. فقد طويت سني عمرك ولم يكن في سجلك مغمز ولا ملمز، حسن الخلق طيب المعاشرة نقي السيرة والسريرة. وها هم أهلك ومحبوك وأصدقاؤك يجتمعون بعد مضي عام على رحيلك، وفي القلب تفجع وتوجع، ولكن لا نملك بعد الرضا بقضاء الله وقدره إلا أن نتوجه إليه جل شأنه أن يتغمدك بواسع رحمته، ويوسع لك في قبرك مد البصر، ويرزقك شفاعة الشافعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأترككم الآن مع محاضرة لفضيلة الشيخ مهند السعداوي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.